الإنسان منذ نعومة أظافره على هذا الكوكب وهو كائن ما بيدورش غير على بطنه. أهم حاجة يوفر لبطنه الأكل، واللي الكائنات التانية بتجمعه عشان يكفيها الإنسان ما يكفيهوش أي حاجة. بيجمع أكل يكفي قبيلة، مش يكفيه لوحده، يكفي قبيلة كاملة. وكمان بيطور أساليبه، فمثلا يكتشف النار ويخترع المعالق والأطباق علشان برضه ياكل فيها، ويحفظ الأكل عشان يكمل معاه لفترات أطول. كل ده في سبيل إن هو يوفر لنفسه حاجة واحدة وهي الغذاء. وده موضوع حلقتنا. لما نيجي نتكلم عن التغذية لازم تكون عارف إن هي وظيفة حيوية زيها زي أي وظيفة حيوية تانية. التغذية هي عملية بيقوم بها الكائن الحي عشان يوفر لنفسه احتياجاته الأساسية زي الكربوهيدرات والدهون والبروتينات والفيتامينات والمية وغيرها. ونقسم الحاجات ديت لماكرو نيتريشن، ماكرو اللي هي معناها حاجات كبيرة، ومايكرو نيتريشن اللي هي معناها حاجات صغيرة بسيطة. ممكن تقول على الكربوهيدرات والدهون والبروتينات إنها ماكرو، وما دون ذلك مايكرو. جسم الإنسان بيحول كل العناصر دي لطاقة عشان تفضل عايش وتبني جسمك، ولو حصل أي تلف في أي نسيج تصلحه، وتحافظ كمان على وظائفك الحيوية. واحنا كنا قايلين لو السكر نزل ايه اللي ممكن يحصل في فيديو على التيك توك، سيب لك اللينك تحت في الديسكريبشن. خلص الحلقه دي وروح شوفه. كل الطاقه اللي في جسمك دي بيحكمها شيء اسمه الانرجي بالانس، ودي فكرتها انك هتحسب الطاقه اللي داخله والطاقه اللي هتتخزن والطاقه اللي خارجه. خلينا نتكلم عنهم كل واحده لوحدها. اول حاجه الطاقه اللي هتدخل جسمك. الطاقه اللي هتدخل جسمك من خلال اكلك اللي هو فيه كربوهيدرات وبروتينات ودهون. والطاقه اللي هتتخزن يا اما في صوره دهون او بروتينات، او ممكن تتخزن في مركب تاني اسمه جلايكوجين. الجلايكوجين ده بيكون مركب معقد من اتحاد اكتر من 2 من الجلوكوز. طبعا احنا عارفين لو 2 جلوكوز يبقى حاجه اسمها مالتوز. المهم يعني اللي تكون عارف ان اكتر من 2 جلوكوز بيعمل لك جلايكوجين. ده بالنسبه للي متخزن، وهتخزن في الكبد وفي العضلات. دي انت ممكن تكون فاكرها من ثانويه عامه. كده احنا اتكلمنا عن اللي داخله واللي متخزنه. فاضل بقى الطاقه اللي انت هتطلعها او الطاقه المستهلكه. الطاقة المستهلكة دي بتستهلكها ازاي؟ الطاقة اللي بتستهلك في العمليات الحيوية اللي زي التنفس والحركة العضلية ونبض قلبك وان مخك لسه شغال. والكلام ده مش عشوائي او مش مثلا بالحب، لا، الكلام ده ليه وحدة قياس. وحدة القياس بتاعته اسمها كيلو كالوري، اللي ده الرمز الشهير كي وجنبه كلمة كال. كلمة كال دي اختصار لكلمة كالوري، والكي اختصار لكلمة كيلو. والكيلو كالوري معناه 1000 كالوري، وده اللي احنا بنتعامل بيه اصلا. وحده القياس دي اصلا بتستخرج من الجرام الواحد من الغذاء. يعني ايه؟ كل جرام جسمك بيدخله من الغذاء بيتحسب قصاده كام كيلو كالوري. فمثلا جرام كربوهيدرات بيديك 4 كيلو كالوري، جرام بروتينات بيديك برضه 4 كيلو كالوري، ولكن جرام من الدهون بيديك 9 كيلو كالوري. كده انت عرفت القيم وعرفت ايه هو الكالوري، ولكن ما عرفتش الطاقه بتيجي ازاي. الطاقه بتيجي لما بنحرق الجلوكوز في وجود الاكسجين جوه الميتوكوندريا. الميتوكوندريا دي موجوده في الخليه، ودي اللي بتديك الطاقه. ببساطه الحاجه اللي هتخش جلوكوز واكسجين، واللي هيطلع خلينا اشرحه لك بسهوله. انا هعمل حرق. الحرق ده النواتج بتاعته لازم يكون فيها ثاني اكسيد كربون، وطالما انا بحرق مركب عضوي اللي هو الجلوكوز يعني لازم يطلع بخار ميه. وطبيعي انا بعمل العمليه دي عشان اوفر الطاقه. فكده النواتج بتاعتي هي طاقه وثاني اكسيد الكربون وبخار الميه. دخل بالاول كان الاكسجين وجلوكوز. وطالما عملنا المعادله دي لازم تكون عارف ان في حاجه اسمها الار كيو اللي هي النسبه للحجم، ودي فيها بنقسم حجم ثاني اكسيد الكربون على حجم الاكسجين. طب حد يسال انا اعرف الحجم منين؟ ببساطه بيبقى مكتوب جنبه، هتلاقي رمز CO2 جنبه في حاجه رقم كده. الرقم ده هو اللي بيدل على الحجم. لو الرقم مش موجود يبقى ده واحد. يعني لو لقيت CO2 بس يبقى المعامل بتاعها او الحجم بتاعها 1 CO2. هنجيب المعامل ده ونقسمه على حجم الاكسجين اللي هو برضه بيكون المعامل بتاع الاكسجين، اللي هو لو مش موجود يبقى 1، ولو جنبه رقم يبقى ده الحجم. وعلى اساس الرقم اللي هيطلع او الار كيو اللي هيطلع احنا بنعرف الماده اللي احنا حرقناها. لو الرقم طلع 7 من 10 يبقى احنا كده اللي دخل وانحرق كان دهون، ولو الرقم ده ازيد من 85 من 100 يبقى احنا حرقنا كربوهيدرات. وعلى هذا الوضع. طب جميل قوي، انت كده عرفت الطاقه بتيجي ازاي، وعرفت ايه مصادر الطاقه، وعرفت كل ده. انا محتاج قد ايه طاقه؟ يعني جسمي ده محتاج كام طاقه؟ هنا بقى بيبقى في حسبه معينه اسمها البي ام ار. البي ام ار دي بتحسب لك سعرات الثبات بتاعتك. سعرات الثبات دي يعني ايه؟ يعني جسمك من غير ما تعمل اي مجهود، عمليه التنفس وشغل مخك ونبضك
كل عملياتك الحيويه بتاخد كام سعر حراري من غير ما انت تعمل مجهود. هو ده مصطلح البي ام ار، والمصطلح ده ليه حسبه معينه طويله شويه، ولكن انا هسهلها لك. لو الحاله اللي معاك او الشخص اللي معاك راجل، فانت هتجيب وزنه وهتضربه في 10 وتجمع على الناتج ده طوله مضروب في 6 وربع. الرقم اللي هيطلع لك من الحسبه دي تطرح منه العمر مضروب في 5 وتزود على الناتج بتاعك 5. كده انت حسبت البي ام ار. ولو الحاله دي ست هتعمل نفس الخطوات، ولكن بدل ما هتزود 5 هتطرح 161 من الحسبه، وكده يبقى انت طلع لك سعرات الثبات. يعني من الاخر احنا عندنا 3 حاجات اساسيه: الوزن مضروب في 10، طول مضروب في 6 وربع، والعمر مضروب في 5. واللي بيختلف في الاخر هي الخمسه لو هنجمعها يبقى راجل، و161 لو هنطرحها تبقى ست. طبعا واضح من اللي احنا قلناه ان في عوامل بتاثر على الحسبه، اللي هي مثلا زي الجنس اذا كان راجل او ست، والعمر كمان بيأثر، لانه واضح جدا من المعادله ان احنا طرحنا العمر في 5 من نواتج المعادله. وعندك كمان الحراره بتأثر على البي ام ار. حراره ايه يا باشا؟ حراره الجو حواليك وحرارتك انت شخصيا. طيب انت كده عرفت المعادله الكبيره. هل ليها اختصار؟ ليها اختصار. الاختصار بتاعها هو انك تضرب الوزن في 24، ولكن احنا مش بنستخدم الاختصار ده غير لو في حاجه مجهوله زي الطول او العمر او الجنس. الحسبه الجايه دي بتكتفي بس بالوزن، وهي فكره انك بتضرب 24 في الوزن، وده هيطلع لك رقم اقرب ما يكون لسعرات الثبات. الرقم اللي هيطلع لك ده هو يعتبر ميزان بتاعك. لو عايز تزيد في الوزن هتحط عليه 500 سعر حراري، لو عايز تقل في الوزن هتنزل منه 500 سعر حراري. انت اللي بتحسب وانت اللي بتتحكم فيه. بعيدا بقى عن جزء انك تتخن او تخس، الناتج اللي هيطلع لك ده اسمه سعرات الثبات. يعني انت مش هتعمل اي مجهود، زيك زي ادمن جروب العواطليه. لكن لو هتعمل مجهود الموضوع بيختلف. هنا بقى بنبدا نزود. مثلا انت لو بتقعد تذاكر، بتقعد على مكتب، شغلك قدام كمبيوتر، ما بتعملش مجهود، فانت بتزود 30% سعرات. لو شغلك متوسط يعني مجهود بس مش مجهود قوي، هنا بنزود 40%. ولو حضرتك شغال شغلانه فيها مجهود كبير او فيها شغل كتير، في الحاله دي احنا بنزود 50% على سعرات الثبات بتاعتك. الست الحامل بنزود لها 300 سعر حراري بس. يعني الاكل اللي بتاكله ده كله في الفاضي، هي ليها 300 سعر حراري بس لحملها. والست اللي بترضع عليها 500 سعر حراري بس. يعني اللي هما بياكلوه ده كله في الفاضي، ملوش اي حاجه، هم 500 كالوري وكفايه، مش ازيد من كده. ودي بترضع ودي الحامل 300 بس. ده حساباتك. طب احنا هنجمع الطاقه دي منين؟ ما احنا كده احنا ماشي، احنا يا عم احنا عارفين الست دي هتاخد كذا والراجل ده هياخد كذا. هنجيب الطاقه دي منين؟ الطاقه بتدخل جسمك من 3 مصادر، 50% منهم كربوهيدرات، 20% بروتينات، و30% دهون. دي مصادر الطاقه اللي بتدخل جسمك. وقلنا من شويه ان جرام واحد من الدهون يديك 9 كالوري، وجرام واحد من الكربوهيدرات او البروتينات بيديك 4 كالوري. كده صاحبك التخين عنده كنز من السعرات الحراريه. بس استنى، انت ليه حكمت عليه ان هو تخين؟ ممكن تكون انت اللي رفيع. في حته زي ديت تعالى نقطع فيها الشك واعرفك مصطلح تاني اسمه البي ام اي. والبي ام اي ده هو اللي بيعرفك اذا كان الحاله اللي قدامك تخينه او رفيعه. البي ام اي فكرته كلها انك بتجيب الوزن وتقسمه على مربع الطول بالمتر. يعني ايه الجمله المعقده دي؟ يعني ببساطه الوزن بتحطه في البسط، وتحت هتجيب الطول. يعني مثلا لو طوله 180 سم فهيبقى 1.8 متر، هيبقى 1.8 متر تربيع. انت كده عملت الحساب. الرقم اللي هيطلع لك لو تحت ال 18 ونص يبقى الحاله عندها نحافه. لو من 18 ونص ل 24.9 الحاله ديت في الوزن المثالي. لو الحاله دي من 25 ل 29.9 يبقى الحاله دي يعتبر تخينه. مش تخينه، يعتبر تخينه. احنا ممكن نقول عليه ابن عز، ابو راجل غني، ممكن تقول عليه كده، هو يعني مكلبس سيكا. لو من 30 ل 34.9 لا ده تخين، لا ماشي ده تخين فعلا، باين عليه ان هو تخين. لو من 35 ل 39.9 لا ده تخين بزياده. لو ازيد من 40 ده محتاج يتفجر. بتتكلم في فيل ازيد من 40 ده رقم خرافي. بعيدا عن ده، طب انت هتحفظ الارقام ازاي؟ يعني الارقام اللي انا قلتها دي هتحفظها ازاي؟ بص يا سيدي، اعرف بس الرقم بتاع الوزن المثالي اللي هو من 18 ونص ل 24.9. بعد كده 24.9 تبقى 25 وتزود 4.9، فيبقى من 25 ل 29.9. 29.9 تبقى 30 وتزود 4.9 عليها عشان تبقى 39.9. يعني فكرتها انا باخد الرقم اللي فات واخليه رقم صحيح وازود عليه 4.9 بس. انتهت لحد ما توصل ل 40 او بالظبط 39.9 اللي هي يعتبر تخين قوي، وبعدها 40 مباشر، واللي فوق ال 40 احنا قلنا ده وزن زايد او اكستريم اوبيزيتي. دي اسمها سمنه مفرطه، وعلى فكره دي حاله خطر. سمنه مفرطه خطر. وفي طريقه تانية ولكن صاحبك عمره ما يوافق عليها، وهي انك بتقسم طول الوسط
على طول الحوض. لو الحالة أنثى الطبيعي يطلع 8 من 10، ولو الحالة راجل طبيعي يطلع فوق ال 95%. هو مش شائع قوي، ولكن لازم تكون عارفه برضه ان دي طريقة قياس. وطالما اتكلمنا عن التخن او اللي هو الاكستريم اوبيزيتي، لازم نعرف ايه هو التخن اصلا. التخن هو مشكلة غذائية مشهورة قوي في الدول المتقدمة، ودي بتكون بعد هضم الاكل الزايد عن الاحتياج فبيتحول لدهون. الدهون دي بتتخزن تحت الجلد مباشرة وبتتخزن على اعضاء جسمك، فوزنك يزيد وهاتك لمشاكل. عندك مشاكل في القلب، عندك مشاكل في الشريان التاجي، عندك مشاكل ضغط وسكر وغيرها وغيرها وغيرها. ولمعلوماتك عدد الناس اللي بتموت بسبب مشاكل السمنه اكتر بكتير من عدد الناس اللي بتموت من الجوع. وشوف ده الجوع. كمان لو حد من الابوين وزنه زايد بيبقى في نسبه 50% ان الطفل اللي بينتج منهما لازم يكون وزنه زايد. وعلى فكره في احد التجارب اللي اتعملت على فئران لاحظوا ان الفئران اللي بتيجي من نسل يعني كان في حاجه تخينه، او كان في مثلا احد الفردين الابويين تخين عمره اقصر من الطبيعي، والفئران اللي بتيجي من فئران تانية رفيعه او ما اكلتش ما عندها نقص تغذيه عمرها اطول من الطبيعي. ودي فكره جينات. الجينات بتديك القدره انك تتعايش مع المكان. فلو انت مولود من نسل عدى بمجاعه فلازم غصب عنك يكون عندك جينات بتحميك من مشاكل. يعني مثلا ما تموتش بسرعه، من الاخر ما تموتش بسرعه. ولكن لو انت جاي من ابوين مرفهين وزن زايد وبتاع فلا، انت كده كده هتعاني من السمنه، وكمان هيكون عندك مشاكل لان جسمك ما عندوش اي وسائل مناعيه او اي وسائل دفاع. انت يعني حاله يرثى لها. والموضوع ده مثبت على فكره ومتجرب على الفئران فعلا، ممكن تخش تبحث عنه. فانت حاول تظبط وضعك الغذائي يا عم، لو مش ليك عشان عيالك. المهم نرجع لموضوعنا. المشكله اللي بعد كده اللي برضو مرتبطه بفكره التغذيه هي الانيميا. وهنا بتكلم عن الانيميا العاديه مش الانيميا المنجليه. الانيميا المنجليه هي حاله تانية خالص وهنتكلم عنها لوحدها. الانيميا الطبيعيه او الانيميا اللي بتيجي للبشر بسبب مشاكل التغذيه هي بتكون ناشئه من 3 حاجات: 1 نقص كرات الدم، 2 نقص الهيموجلوبين، 3 وهي نقص مخزون الحديد في الجسم. والحالات دي بتكون محتاجه متابعه مع دكتور طبعا عشان تاخد علاجها اللي بيناسب حالتها. على فكره احنا قايلين كل التفاصيل ديت في حلقه الدم 1 والدم 2، ممكن ترجع تشوفهم عادي. بس خلص دي الاول واعمل لايك متنساش. وعايز اقول لك حاجه برضو، الانيميا ملهاش علاقه بالوزن. يعني ممكن تكون الحاله وزنها كبير ولكن عندها انيميا. الفكره هي فكره محتوى غذائي. لو الغذاء فيه حديد ومفيهوش حاجه بتمنع امتصاصه الهيموجلوبين يرفع. لو الغذاء ما فيهوش حاجات فيها حديد الهيموجلوبين هيقل، فبالتالي يخش في انيميا. يعني من الاخر الخلاصه الانيميا ما بتفرقش بين تخين ورفيع، هي ممكن تيجي لاي حد. فكره هي فكره مخزون حديد وفكره هيموجلوبين مش اكتر. وبرده الانيميا مش عكس التخن. ممكن تكون تخين وعندك انيميا عادي، ولكن اللي عكس التخن هي حاله اسمها البي اي ام، ودي بتكون مشاكل في اخذ البروتين لتكوين الطاقه. هتشوفها اكتر في البلاد اللي فيها مجاعات، وهتشوفهم في شكل حالتين مشهورين جدا. الحاله الاولى هو طفل عباره عن جلد على عظم، جسمه ما فيهوش دهون ورفيع بشكل مرعب، يعني تكاد تشوف كل عظمه. والحاله دي ما بتاخدش كفايتها من البروتين وما بتاخدش كفايتها من السعرات. والشكل الثاني هو طفل جسمه رفيع ولكن عنده بطن كبيره، اشبه ما يكون بالكرش، يعني بطن كبيره ومش بياخد بروتين كفايه ولكن بياخد كربوهيدرات كتير. وسبب الكرش ده او البطن ده هو نقص بروتين اسمه الالبومين، والحاله بيكون عندها دهون على الكبد. ممكن تشوف الحالات دي اكتر في الدول الافريقيه. للاسف التوعيه بخصوص التغذيه قليله جدا، واغلبنا عنده حالات في البيت عندها مشاكل في التغذيه، سواء نقص في التغذيه او سمنه. لازم يكون عندنا درجه من درجات الوعي باهميه التغذيه، لان احنا بنشوفها رفاهيه وهي شيء اساسي جدا. لازم نكون مقدرين نعمه ربنا سبحانه وتعالى علينا، ما نكونش مبذرين فيها وبرضه ما نكونش مهملينها. التوعية بأهمية الغذاء هي ضرورة وليست شيء جانبي أو شيء ثانوي. لازم تكون عارف أهمية الغذاء، ولازم تكون مدرك للمصطلحات اللي احنا قلناها في الفيديو كله، لأنها على أساسها هتعرف تحمي نفسك وكمان أبنائك من أي مشاكل تخص التغذية، وتقدر تشوف غيرك وتتعظ بشكل كبير جدا منه. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتتابعنا على التيك توك، ننزل فيديوهات قصيرة ومفيدة. سايب لك اللينك تحت في الديسكريبشن. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.